عليكم، مرحبا بكم مع وصفات مريومة. اليوم حنقدم لكم حلوة الجبن او حلوة الفرماج. حلوة سهلة واقتصادية وتجي تذوب في الفم، نتيجتها روعة. ننصحكم باش تجربوها. هذه الحلوة واش نحتاج فيها؟ هنا عندي 250 غرام زبدة او مارغرين طرية غامولي، اي نوعية تحبوها. انا استخدمت لابيل او صول كما تحبوا. 250 غرام زبدة طرية، 3 ملاعق كبار سكر عادي او سكر رطب كما تحبوا، 4 حبات جبن مثلثات اللي هو أساس الوصفة. جبن مثلثات، أنا استخدمت لافاشكري يعطيني نكهة جميلة، وملعقتين كبار نشاء أو لا مايزينا دقيق الذرة ملعقتين كبار، ملعقة صغيرة لافاني، كيس خميرة الحلويات، وفارينة باش نلم العجينة تاعي. هذه المقادير اللي راكم تشوفوا فيها تقطع لي 30 حبه. اذا حبيتوا 60 حبه ما عليكم غير تضاعفوا المقادير كامل. 500 غرام زبده وتضاعفوا كامل المقادير. قبل ما نبدا بالطريقه نعاود لكم بسرعه: 250 غرام زبده طريه، 3 ملاعق كبار سكر عادي، فارينه، كيس خميره الحلويات، ملعقه صغيره لافاني، ملعقتين كبار نشا او مايزينا، 4 حبات جبن مثلثات. وما نحتاجوش البيض في هذه الوصفه، الجبن هو اللي حيعوض لنا البيض. وهذه الحلوه تجي تذوب في الفم. نبداو بالطريقه مباشره. اول شيء راح نضيف الجبن. 250 غرام قلنا زبده غامولي مع 4 حبات جبن مثلثات، هكذا نخدموهم مليح حتى ترجع لنا مثل الكريمه باليد. وتقدروا حتى تستخدموا الباتور، يعني ما كاش مشكله. هي دائما الزبده لما تكون غامولي حتساعدكم في العمل. هكذا راح نضيف السكر، نضيف لا مايزينا، نخدمهم ضربه واحده احسن، ثم نضيف الفارينه والخماره. بسم الله. نذوبوا هذاك السكر مع الزبده والجبن، هكذا نخدمهم مليح حتى يرجعوا لي غامولي. هكذا لما ترجع لكم غامولي نضيف الفارينه. هنا دائما ننصحكم بسكر ناعم، اذا ما كانش عندكم ديروا السكر العادي، لكن ذوبوه مليح. راح نضيف بالتدريج الفارينه حتى نتحصل على عجينه طريه. هكذا نزيدوا الكيس تاع الخميره، هكذا. دائما العجينه ما ندلكوهاش، نلمو فقط. نتحصلوا على عجينه طريه كما راكم تشوفوا. هذه هي. نرش بالفارينه ونشكل حربوش كميه من العجينه، هكذا. الحلوه تاعنا فيها كيس خميره الحلويات، يعني حزيت تكبر في الفرن. هكذا الآن نقطع مثلثات بهذا الشكل مثل حبة الجبن. تقدروا تقطعوا مربعات، تقدروا تقطعوا مقروطات كما تحبوا، لكن مادام حلوة الجبن راح نقطعوها مثلثات مثل الجبن. الكبر كما تحبوا، كما قلت لكم انه فيها خميرة الحلويات وحتزيد تكبر قليلا في الفرن. هكذا هذا هو الشكل تاعها. حنديرها في صينيه، هي ما تلصقش، مرشوشه بالفارينه. نبعدوها قليلا على بعضها كذا. حنكمل بنفس الطريقه، ندخلها الفرن مشعول من الاسفل. لما تشوفوها خمرت
جعل اللون تاعها وردي، شعلوا لها من الفوق تدي لون وردي فقط، يعني ما ديناش وقت بزاف في الفرن، حوالي 10 دقائق الى ربع ساعه تكون طابت لنا، وما تخلوهاش تحمر بزاف، هي اللون تاعها يجي وردي فقط. وراح نرجع لكم بعد ما نطيب الحلوى تاعي. انا بعد ما طيبت الحلوى تاعي وبردت تماما خليتها بردت، هنا عندي كميه من الحسل عادي او شربت، راح نمرر الحلوى تاعي فيها ثم نغلفها بالكوفرات. هنا استخدمت انا هذا الكوفرات العادي، تستخدموا اي كوفرات تحبوه، استخدمت فاني وسكرفشتو في سكرفات. وكيفاش نديرو الان؟ نحكموا حبه مثلا تاع الحلوى، يا اما بواسطه بانسو وديروا لها الحسل، او تدخلوها كامل في الحسل هكذايا. المهم كامل الجوانب تشمخوهم بالحسل باش يلصق لكم الكوفرات هكذا، وغمدوها مليح بالكوفرات. هذه الحلوى تجي تذوب في الفم وتجي رائعه، ما بالكوفرات تخرج رائعه. اللي ما تحبش الكوفرات تقدر دير كاوكاو مطحون، لكن النتيجه تختلف، بالكوفرات يجي احسن. هكذا لبسوها مليح الكوفرات كما راكم تشوفوا هكذا، ونحطوها. راح نزيد امامكم حبه اخرى هكذا، تخلوهاش تتشرب بزاف الحسل، بمجرد ما تشمخ لي ندير لها الكوفرات بهذا الشكل. انا راح نكمل الكميه اللي عندي كامل، نخليها تشد روحها ثم نقدمها لكم. هذه الحلوى كل ما تقعد كل ما تزيد تطرى اكثر. لما تكملوها وتنشف لكم ديروها في بواط مونجي او في سله وديروها في كيس بلاستيكي، المهم ما تخلوهاش متعرضه للهواء. اللي حنكمل بنفس الطريقه ونرجع لكم. انا راهي جاهزه، حلوى ما شاء الله، تجي في غايه الروعه، بنه رائعه، غير مكلفه، حلوى يوميه وتقدروا تحضروها في الاعياد واي مناسبه. المهم نتمنى تكون عجبتكم الحلوى تاع اليوم. للمزيد من الوصفات السهله والبسيطه ما عليكم غير تبقوا في القناه. كذلك حطيت لكم عده وصفات، حلويات جافه، حلويات يوميه، حلويات الاعياد، تلقاوها في قناتي الاولى مريومه وصفات مجربه. لتسهيل عمليه البحث مثلا تكتبوا حلويات جافه امامها مريومه، راح يخرج لكم وصفات اللي طرقت لها من قبل، وان شاء الله مع الوقت حنزيد لكم وصفات. ما عليكم غير تكتبوا لي في التعليقات اي وصفه تحبوها، وان شاء الله مع الوقت نلبي لكم طلباتكم. جام الفيديو اشتركوا في القناه ليصلكم الجديد. الى اللقاء في فيديو اخر باذن الله. عفوا نقسم لكم حبه باش تشوفوا كيفاش جات، نسيت ما قسمت لكمش. ها هي الحلوى تاعنا كيفاش تجي تذوب في الفم كما قلت لكم. ها هي، نتمنى تكون عجبتكم الوصفه.